عليكم، جاهزة حلتكم. تعالى نعمل شعرية بلبن. ننزل بمكعب زبدة، عايزة تحطي سمنة عادي بس الزبدة تبقى احلى. واول ما الزبدة تسيح تنزل كوبايتين من الشعرية. تقلبي بقى الزبدة مع الشعرية كده لحد ما تاخد اللون الجميل. وانت بتحمري في الشعرية كده انزل بذرة قرفة هتفرق معاكي في الطعم. افضل اقلبي في الشعرية بقى لحد ما تاخد اللون المقرمل كده. واول ما الشعرية توصل معاكي للون ده تنزل عليهم بنص كوباية من السكر. تفضل تقلبي كده السكر مع الشعرية، وبعدين تنزل عليها بكوباية من المية عشان تسوي الشعرية. وبعدين تغطي عليها وتوطي عليها شوية عشان تستوي. واول ما الشعرية معايا كده شربت المية انزل بقى باللبن. الاتنين كوباية شعرية بياخدوا كله من اللبن. وبعدين بقى تسيب الشعرية تستوى مع اللبن في اللبن، وتنزل بقى بالفانيليا. وتظبط السكر بتاعك، شوفها هي محتاجة ولا لا. وكده ما شاء الله الشعرية استوت معايا، هي شربت من اللبن. ابدأ اغرفها بقى. كده ما شاء الله قوامها جميل. لو نفسك في حاجة حلوة او اعمل الطبق ده تاكلوها بألف هنا. وكده ما شاء الله الشعرية خلصت معايا. طبق جميل ما شاء الله، هيعجبك ويعجب ولادك. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونوش في اللايك الجميل وتعليقاتكم اللي بتفرحني. السلام عليكم ورحمة الله.